أقوى الضيوف، المصداقية، الكواليس، الانفراد والحصرية فقط في الخبر. وما تنسوش اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في أي حتة. اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الخبر وحلقه جديده. حلقه جديده اقوى الضيوف دايما معانا الكابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري اللي هيكون معانا في فقره حوار اولى مميزه جدا وما اكثر القضايا اللي هنتناولها مع الكابتن خالد لطيف. اما فقره الحوار الثانيه هي فقره عن الكره العالميه او الكره الحلوه. ومعانا الناقد الرياضي المتميز عمر عبد الله اللي هيتكلم معانا النهارده في حصاد الدوريات الاوروبيه واهم النتائج واهم الملاحظات الموجوده على الابطال في الدوريات الاوروبيه، وفي معانا بعض المفاجآت في الفقره الاوروبيه. فاصل سريع عشان نستعرض اهم ما جاء في عناوين حلقتنا الحصريه. أول أخبارنا الحصرية: أبو تريكة وائل جمعة ومعوض يدرسون الإدارة الرياضية في الفيفا. والخبر يكشف سر ال 24 ساعة الذهبية لمارتينيول وليندمان. وهادي خشبة رئيسا لجنة الكرة بالشرقية. والجبلية تطلب تدخل وزير الرياضة لمشاركة لاعب ويجن الإنجليزي مع المنتخب. أزمة بسبب إيقاف كهرباء ومرسي يرفض عرض سعودي. وأخيرا الزمالك يستقر على رحيل معروف يوسف ويفاضل بين ديارو وباتيه. اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. حلقه ممتعه جدا هتستمتعوا معانا باخبار مميزه جدا وطبعا بقضايا رياضيه مميزه جدا. النادي الاهلي بيستعد على قدم وساق للمباراه المقبله امام اسوان، ومباراه طبعا هتكون يوم الخميس الساعه 8:30. هنكون معاكم هنا في استوديو تحليلي ونجومنا في الاستوديو التحليلي هيكونوا موجودين معانا، ولكن استعداد هامه قبل مباراه اسوان. نطلع تقرير سريع نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي ونرجع نتواصل. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا استعدادا لخوض المباراة المهمة والمرتقبة أمام فريق أسوان يوم الخميس القادم، وذلك في إطار مباريات الأسبوع 28. ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى أسوان صباح غد الأربعاء، حيث يتجمع الفريق في مطار القاهرة في 10:30 صباحا لاستقلال طائرة متجهة إلى أسوان. ويؤدي الفريق ميرانه على استاد أسوان في 7:30 من مساء الأربعاء، بعدما فضل الهولندي مارتينيول المدير الفني للفريق أن يخوض الفريق ميرانه على الملعب الذي يستضيف اللقاء. وفي إطار تجهيز كل اللاعبين لمباراة أسوان، تأكد جاهزية شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بعدما خضع لعملية جراحية في اللثة أبعدته عن الميران الجماعي للفريق. وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن شريف تعافى وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارتينيول. في نفس الإطار أكد حسام غالي كابتن الفريق الأول لكرة القدم على أهمية المباريات القادمة قائلا: إن المباريات 8 المتبقية للأهلي في الدوري تعد مباريات كؤوس ولا مجال فيها للتفريط في أي نقطة حتى يحافظ الفريق على تفوقه وليحصل على درع الدوري. أضاف أن الخوف على ضياع البطولة مرفوض، لكن القلق مطلوب، وكل اللاعبين تعاهدوا على ضرورة تحقيق الفوز في كل المباريات حتى يحقق الفريق هدفه.
أوضح أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، وأن صعوبة المباراة من عدمها تتوقف على حالة الأهلي نفسه وتوفيق اللاعبين، مؤكدا على أن الفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر، وأن بإمكانه تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة. من جانبه أوضح سيد عبد الحفيظ تصريحاته بخصوص انضمام رمضان صبحي لمنتخب الشباب قائلا إن الجهاز الفني لم ولن يعترض على انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق لمنتخب الناشئين، مؤكدا على أن الأهلي سيظل الداعم الأكبر لكل المنتخبات الوطنية سواء في كرة القدم أو مختلف الألعاب الرياضية، لافتا إلى أن غياب رمضان عن ودية روما سيعوضه زملائه. وأوضح أن الفريق مشغول حاليا بمباراتي أسوان والإنتاج الحربي في الدوري، ومن بعدهما سيبدأ التفكير في لقاء روما، وأن حديثه عن انضمام رمضان ل3 منتخبات في وقت واحد كان يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على اللاعب وليس منعه من الانضمام للمنتخب.